السلام عليكم البنات. قبل ما نبداو اي حاجه نصلوا ونسلموا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اصحابه واتباعه اجمعين. السلام عليكم مره ثانيه، مرحبا بكم في القناه. ان شاء الله الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير، وان شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير انتم والحباب تاعكم والعائله تاعكم. ما ننساش نشكر المشتركات الاوفياء الوفيات، نقول لكم شكرا جزيلا على التعليقات نتاعكم، ونشكر ايضا لكل وحده تدخل لاول مره للقناه. نقولها اذا عجبتك القناه ما تنساش ديري جام وديري اشتراك باش يلحقك كل جديد فضلا وليس امرا. نبداو في الوصفه تاع اليوم. الوصفه تاع اليوم هي تابع لسلسله تحليات رمضان باذن الله، ان شاء الله يدخلوا علينا بربي بالصحه والهنا. التحليه هذه بنينه بزاف يا البنات، انا عجبتني شخصيا. كاين تحليات نديرهم يعجبوا الاولاد وما يعجبونيش انا، لكن هذه عجبت كل العائله. نجيبوا هذا الكاطو يا البنات، هذا فينجرز ولا اي نوع من الكاطو اللي عندك، هذا بنين انا عجبني. وانت جيبي اي كاطو اللي عندك، تقدري حتى بيمو هذاك، المهم يكون الذوق تاعو يكون مليح. نديرو في الروبو ونرحيه. انا درت 2 باكيات من هاد الباكيات هادو ورخيص، راهو ثمن معقول جدا. وانتي قلت لك جيبي اي باكي من عندك نرحيهم، ولا ما عندكش هذا الروبو دقيه هكذاك، ديريه في ساشي ودقيه بالمهراز ولا دقيه بهذاك الرولو فاسيلمون يتكسر. ونجيبو نفرغوه في اناء هكذا ولا في بول، وراحين نحو جزء منه. انا فرغته كامل هنا، حنحي جزء منه من بعد تفهموا واش راح ندير بالجزء هذا. ما نديش بزاف، ندي جزء صغير هكذاك. والباقي البنات حكمت 2 مغارف تاع مارغرين، ما كانت عندي زبده درت المارغرين. يعني تقدري ديري المارغرين لكن الزبده تعطيه كو شباب. وكان عندي هذايا مركز الزبده يا البنات، يعطي واحد الرائحه هايله. ودرت فيه قطره 2 مغارف تاع مارغرين، ذوبتهم ودرت لهم هذا المركز تاع الزبده خلط مليح تغوشي الزبده صح. فرغته على هذاك الدقاق تاع الكاطو هدايا تاع الفرينه، هذا تاع الكاطو اللي درناها. فرغته هكذاك مليح، واحد الرائحه طلعت. واش نقول لكم جربوه باش تعرفوا شاني نحكي. نخلطوه هكذاك مليح باش يعطينا ذوق شباب هكا. نخلطو هكذاك مليح ونروح نجيب الكيسان نتاعي. انا جبت هذا تاع الكوميرس البنات، نتوما ديروا اي ماهم رخاص مش غاليين بزاف، وكاين انواع واشكال ما شاء الله. قلت انا هذو اني استعملتهم ديجا وغسلتهم بالماء سخون ونشفتهم وعاودت راح نستعملهم. وانتم تجيبوا لي في هاتش يجوني صغار، انا لي فيغين اللي عندي كبار، وانتم ديروا واش عندكم في الدار. قلت ونحط نعمرهم، ندير 2 مغارف تقريبا هكذاك ونعمرهم هكذاك. نعمر كامل الكيسان نتاعي نديرهم. تقدروا هنا تشمخوهم بالشوكولا، يجي تاني روعه يا البنات. الشوكولا ذوبوها وشمخوهم، شمخوا هذاك الكاطو. راح نحضر لا كريم شونتيي تاعي. شكون اللي ما يعرفش يحضر شونتيي طبعا لازم نختاروا النوعيه الجيده. هنا عندي كاس شونتيي مع كاس بارد تاع حليب ولا تاع ماء. واذا الشونتيي تاعك تعرفيها ما تطلعلكش، يعني مش من النوعيه المليحه، نقصي من الحليب، ديري نص كاس تاع الحليب ولا كاس ناقص صباعتين. ونطلعها هكذاك، وتعرفي من النوعيه الجيده انها تطلع لك بالخف. ونقعد نخبط هكذاك فيها في ليان ولا في بسينه ولا في اي حاجه هكذاك. شوفوا طلعت بالخف. ونجيب 4 حبات في عود ندير الماسكاربون يا البنات. انا درت فرماج وجا هاي الفرماج تاع المثلثات، المهم يكون الذوق تاعو شباب باش نكسروا هذاك الذوق تاع الشونتيي ويجينا بنين. في عود نديروا الماسكاربون نعرفوا يعني ماشي غالي بزاف، لكن مش هذو احسن. وكل وحده والمقدور نتاعها. انا قلت لكم درت في كاس تاع شونتيي درت 4 حبات تاع فرماج، هذا انا درت النوع تاع تشيزي وعطاني ذوق شباب يا البنات. نطلعوا هكا نخفضوا مليح في هذيك لا كريم شونتيي. وهذاك النص تاع الفتات تاع الكاطو اللي قلت لكم نحيته نجيبه ونفرغه مع هذا واحد الذوق. هذه برك كريمه وحدها، نزيد نفرغه في هذيك الكريم تاع شونتيي. قلت لكم هذه كريمه وحدها بنينه، تقدري تفرغيها في الكيسان تاعك وتاكليها هكذاك. نخلطو مليح
حتى يتجانس لي هذاك الكاطو، يتجانس لي هذاك الفرماج يدخل. من بعد ندير هذه الاخر تاعي نديرها في بوشادوي فقط باش تسهل لي الخدمه. ما عندكش بوشادوي ديريه بالملعقه وندير هكذاك. حبذا لو كانت هذه الكريمه نديرها هي الاولى البنات، الكريمه نديرها هي الاولى ومن بعد ندير هذاك الكاطو. من بعد نفرغ الكريمه، فهمتوني البنات؟ نفرغ الكريمه باش يبقاتناش هذاك في الاخر هكذاك وحده. هكذاك نفرغ فيهم كامل الكريمه تاع اللي خدمناه مع بعض. ومن بعد نزيد نجيب ندير طبقه الثانيه من الكاطو هذاك اللي رحيناه. يعني قلت لكم لو تاخذوا راي ديروا الكريمه هي الاولى، ثم طبقه من الكاطو، ثم نزيد الكريمه الثانيه، ثم طبقه من الكاطو، ثم نكمل بالكريمه هي الاخيره. على بها حبيت هاد الكيسان تاع الكوميرس لانهم صغار ويكفوا، يعني يديروا كيسان كميه يعني معتبره لا باس بها، خاصه اذا كنتوا عائله كبيره. واذا كنتوا عائله صغيره معليش ديري في لي فيغين اللي عندك ولا في تاع الفلون، الكيسان تاع الفلون تاعك هاي. ونكمل بالطبقه تاع الكريمه كمل هكا كامل. قلت لكم درت في لابوش ادوي فقط باش تسهل لي الخدمه. نقدروا نديرو بالملعقه وتانيك تعطينا شكل شباب. هكذاك نفرغ الان. كي نكمل كامل نروح نحضر نكمل الكاس هذا قبل. هكذاك نكمل الكاس. الان التزيين يبقى لك اختياري. عندك هذيك التوفيا، ديري التوفيا. انا واش درت؟ انا حكمت بواطه تاع الشوكولا 100 غرام مع شويه حليب، واحد ربع كاس تاع حليب. لو كان عندك مغرفه تاع زبده، لا كان عندك كريم فريش احسن خير. وسيتها هكذاك فوق النار حتى ولات لي كريمه وجبتها هكذاك فوق. هذه هي الكريمه اللي قلت لكم البنات لو كان شمختوا فيها الكاطو تجي خير وخير. سمعتوني البنات؟ كي ديروا الكاطو ديروا الكريمه هذه. انا حسبت لي في الاول ما تكفينيش، على بها كي نقولوا شحيت ما درتهاش فوق الكاطو، قلت نديرها غير من الفوق لكن بقات لي. فلذلك قلت لو كان ديروها فوق الكاطو تشمخوا بها الكاطو يجيكم هايل، يجيكم هايل. نعاودها ان شاء الله معاكم مره اخرى ونقول لكم كيفاه تجي هايله. شوفوا شحال الكميه بقات لي خاطرش استعملت هذا الكيسان. لو كان استعملت الكيسان الكبار ما تبقاليش. وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم خليكم في امان الله، تهلاو في رواحتكم، سلام.